كان واضح جدا وقتها ان الزمالك مش داخل على فتره هدوء، بالعكس اللي جاي هيكون اصعب بكتير، لان الازمه المحليه اللي كانت بالجنيه المصري هتتحول خلال سنين قليله لازمه بالدولار واليورو، والنادي اللي كان بيحاول يسدد ضرائب وتامينات هيلاقي نفسه بعد كام سنه بيدفع ملايين الدولارات في قضايا دوليه. والاسوأ ان الكره المصريه نفسها كانت داخله على واحده من اصعب الفترات في تاريخها. سنه 2011 والسنه دي بالذات لازم نقف عندها شويه، مش عشان الزمالك بس، عشان مصر كلها كانت بتتغير، وحصل ثوره 25 يناير وتوقف النشاط الرياضي في مصر، ولما رجعت الماتشات بقت بدون جماهير، والرعاه بداوا يعيدوا حساباتهم. حد يقول لي طب يا عم عبود ايه علاقه اللي حصل في البلد بديون الزمالك؟ اقول لك يا صديقي، في الاقتصاد الرياضي في قاعده مهمه جدا، الانديه بتصرف كل شهر لكنها مش بتكسب كل شهر، لان عندك مرتبات وعقود وضرائب وتامينات شغاله، لكن فجاه البث بيقف والرعايه قلت والاعلانات اختفت. يعني ببساطه الميه اللي كانت داخله الخزان قلت، لكن الحنفيه اللي بتصرف فضلت مفتوحه. وفي نفس السنه بدات ملفات قديمه تطلع للسطح من جديد، واول اسم بدا يقلق الزمالك وقتها كان جونيور اجوجو،